في سجلات محلية بتقول إن السلطات وقتها جابت واحد محكوم عليه بالإعدام وقالوا له هتنزل جوه الحفرة ولو حكيت لنا اللي شفته هنخفف حكمك. وبالفعل ده حصل سنة 1260 تقريبا. ربطوه بحبل ونزلوه، بس بعد شوية بدأ يصرخ بعنف. لما طلعوه كان باين عليه الفزع. بيقولوا إنه فضل ساكت أيام ورجع يهلوس ويقول شفت بشر بس مش بشر. هل ده فعلا حصل ولا السجلات دي كانت فيها مبالغة؟ ولو كده ليه تتكتب؟ يعني ايه اصلا شفت بشر مش بشر؟ الكنيسة جوه القلعة مبنية مباشرة فوق الحفرة، جدرانها فيها رسومات من القرن ال14. بتصور مخرجات مهجنة، ملاك بيطعن شيطان بنص دماغه، بس دي رسومات لفنان مجهول. بس فيه لوحة فيها مخلوق بإيدين شمال وفيه رمز شيطاني مكانش معروف وقتها. هل الرسومات دي تحصين ولا خوف مرسوم بإيد شيطان؟ لو مهتم للقصة ادخل على القناة هتلاقيها نازلة. بس عايز اقولك على حاجة، لو انت قلبك ضعيف اوعى تدخل.